النهارده انا في قريه في اندونيسيا، حبيت ان انا اوريكم الاجواء بتاعت القرى عامله ازاي والمطاعم في القرى عامله ازاي، وفي فكره لمشروع كويس لو في اي حد فيكم عايز يعمله في اندونيسيا هوريه لكم. ده شكل القريه يا جماعه. اغلب القرى الاندونيسيه بتتشابه في كده، يعني بصوا شكل البيوت دي، البيوت الاندونيسيه التقليديه اللي هي السقف بتاعها بيكون معمول بالشكل ده، وطبعا الأراضي الزراعية. طبعا يعني تتوقع إن الشوارع بتكون إيه؟ تكون ضيقة شوية، يعني ما تتوقعش حاجة كبيرة. ممكن إن هي تكون مختلفة عن القرى في بلادنا العربية شوية، وبتلاقي بقى كمية أشجار كتير جدا. طبعا في الأماكن بقى الأراضي اللي أصحابها بيكونوا سايبينها بتكون بتتحول إلى غابات زي دي. تعالوا نمشي قدام أوريكم الشارع عامل إزاي من بره. السكوتر طبعا وسيلة المواصلات الأولى في اندونيسيا. الشوارع هي بتبقى يعني ايه، طريق واحد جوه القريه، انما خارج القريه بتلاقي حاجه ايه اشبه بالهاي واي، بالطريق السريع، بس حاجه بسيطه يعني. دي بقى البيوت التقليديه، بس البيت ده قديم على فكره. بس لو تلاحظوا هم بيبقوا بيبنوا بالبامبو، بالخيزران او بالطوب الابيض ده. فالمهم على ما اعتقد المبنى اللي في وشنا ده مدرسه. المبنى ده مدرسه. فأنا كنت عايز أقول لكم بقى إن لما حد يجي يروح قرية يبقى يتخيل إن الشكل هيكون قريب من الحاجات دي. يعني لو حد مثلا عايز يتجوز وهي مثلا موجودة في قرية، فأنت يعني إيه، توقع إن الشكل هيكون حاجة قريبة من كده. يعني زي ما قلت لكم هي قرى إيه، تبقى شبه بعضها في بعض الاختلافات البسيطة. ده بقى بيت، ده المشروع اللي أنا كنت عايز أقول لكم عليه. ده بيزنس، في اندونيسيين كتير جدا بيعملوا الموضوع ده. بيبقى بيتهم وبيعملوا أوضة بيخصصوها تبقى محل أو تبقى مطعم. مطعم بقى يقدموا فيه وجبات مختلفة. المطعم ده بيقدموا فيه حاجة اسمها روجاك. الروجاك ده برضو أكلة شعبية تقليدية في أندونيسيا، وطبعا انتوا شايفين عشان ناس كتير طبعا ما شاء الله. هندخل دلوقتي نوريكم الدنيا كلها عاملة ازاي، بس انا عايز اصور بس المطبخ. ده عبارة عن دقيق وسمك، سمك وبيفرموه مع دقيق وبيقلوه. في اكل كتير مقلي في اندونيسيا، اغلب الاكلات مقليه. ودي بقى المشروبات. انت زي ما انت شايفين ايه، كله في البيت. يعني احنا دلوقتي في المدخل بتاع البيت. بيقدموا مشروبات وعصاير. ده شاي، ده المفروض ان هو شاي، بس هم بيشربوا شاي مسلك، وعشان كده بيحطوا عليه ايه، تلج. ده اللي احنا لسه شايفينه اللي كان بيتقلى، اللي هو السمك ده. ودي مانجا، بس مانجا حادقه، عشان هو الروجاك بيتاكل بيبقى عباره عن شطه وزيت سمك. هنشوف شكله عامل ازاي دلوقتي، وخيار. وده توفو. توفو ده اللي هو معمول من الصويا، بيبقى شبه الجبنه كده، بيبقى معمول من لبن الصويا، وبيعملوه زي نفس طريقه الجبنه بالظبط على ما اعتقد. يعني الشكل والقوام بتاعه شبه الجبنه، بس هو مش جبنه، هو توفو. تعالوا بقى ندخل جوه للمطعم. بس زي ما انتم شايفين الناس يعني كله بيبقى خالع الشبشب وقاعد على الارض، لان يعني القعده كلها بتبقى ارضي. هم الاندونيسيين بيحبوا القعده على الارض. فهو يعني ايه، مش مكلف حتى ولا ديكور ولا مكلف اي حاجه، مشروع بسيط جدا. ترابيزه والناس تقعد على الارض.
ده بقى الطبق ده بتحط فيه الرجاج، ده برضو طبق تقليدي. الرجاج ده بيبقى عبارة عن زيت سمك، شطة ومية، مية وزيت سمك وشطة، وبياخدوا بقى منه بالمعلقة وبيحطوه على ايه؟ على المانجا او على السمك اللي احنا شفناه، فبيعتبر كأنها مانجا حادقة بالشطة. يعني ده زيت سمك بالمية، وده برضو سمك بس بالدقيق ومقلي، ويحطوهم على بعض، وبياكلوا برضو كمان معاهم ايه؟ سمك. وفي برضو كمان اوريهولكم بقى بيض السمان. طبعا في ناس منكم هتحبه وناس منكم مش هتحبه، بس بيض السمان يعني انا عن نفسي بحبه. وبيتقلب بس بالطريقه دي، وبيبداوا ان هم ياكلوه بالمعلقه. في اضافات بقى تانية بتتحط، زي ده مثلا، ده سنيك، او الاكله الشعبيه برضو الاولى في اندونيسيا، وهي النودلز. النودلز البيضه دي مش اندومي، دي النودلز اللي بيتم استخدامها في الاندومي. الاندومي ده براند يا جماعه، انما اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه نودلز. بتيجي طبعا في اشكال متعدده والوان متعدده. هم بقى بيعملوا ايه؟ بياخدوا النودلز دي بيكسروها، وبعد ما بتتكسر بتتحط على الرجاج ده. هي كلمة رجاج معناها ان الحاجات دي كلها محطوطة على بعضها. طبعا الرجاج بيكون فيه منه اشكال كتير وانواع مختلفة حسب بقى المكونات اللي محطوطة. يعني في ناس بتاكله بالنودلز زي ما انتم شايفين، في ناس بتاكله بالفواكه، يعني بيحطوا جوافة مثلا، مانجا حادقة، يحطوا تفاح، اي فاكهة ناشفة كده اللي هي الفواكه اللي ما فيهاش مية او ما فيهاش عصير، تتحط ويغمسوا بيها. او خيار، في ناس كمان بتاخد قطع خيار زي ما انتم شفتوا دلوقتي ويقوموا ايه مغمسين بيها. وده عصير بقى ليتشي. الليتشي ده طبعا فاكهة استوائية، العصير بتاعه بيبقى ابيض. طبعا ده بيبقى مليان شطة، فالناس اللي هي ما بتحبش الاكل الحامي وما بتحبش الشطة ما تجربوش. جرب، الله وقعت. انا ما بحبش الشطة بس ده حامي جدا. بص ان هم حاطين عليه ايه اهي حته الشطه نفسها. هم بياخدوا الفلفل شطه وبيطحنوه وبيحطوا عليه زيت السمك ده وسنه ميه، فبيحطوا بقى 10 قرون 20 15، كل واحد بقى وشطارته. بس يعني طعمه بالنودلز كأن انت بتاكل نودلز بس حامي. المانجا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. المانجا دي مش حلوه، ف بتلدع، يعني هي طعمها عامل زي المانجا اللي مش مستويه، بس هي اصلا مش مانجا مسكره. يعني هم عندهم نوعين من المانجا، مانجا غير المانجا المسكره اللي احنا بناخدوها دي، غير المانجا المسكره اللي عندنا خالص. ده بقى السمك، المفروض بقى سمك بدقيق. يعني هو السمك واخدين اللحم بتاع السمك وفارمينه وحاطين عليه دقيق وقلوه. طعمه عامل زي لقمة القاضي أو الزلابية، بس تخيل مثلا لقمة القاضي بس محطوط عليها شطة، أو الزلابية بس محطوط عليها شطة، ومعاها طبعا إيه طعم السمك، بس هو الطعم الدقيق باين فيها أكتر. هتلاقي في اندونيسيا ناس كتير جدا عاملين نفس اللي انتوا شفتوه ده، نفس البيزنس اللي انتوا شفتوه ده، بس بيختلف بقى. في اللي بيبيع رز مثلا بلحمه، في اللي بيقلي فراخ، في اللي بيقدم رجاك، كل واحد بقى بيقدم اللي يقدمه. في بقى اللي بيقوم عامله سوبر ماركت، يعني منتشر كمان حته ان انت تدخل تلاقي سوبر ماركت
جوه بيت او هو اصلا جزء من بيت. فانت لو جيت هنا مثلا واشتريت بيت والبيت بقى ملكك، فانت من حقك ان انت تعمل بقى فيه اللي انت عايزه. ممكن ان انت تفتح اوضه او اوضتين تفتحهم على بعض وتعمل المدخل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده زي ما هو كده، وتحط فيه اي حاجه بقى. ممكن ان انت تفتحه سوبر ماركت. وطبعا عندهم ثقافه ان الناس بتخلع الشبشب والاحذيه قبل ما تدخل، فده كمان هيسهل عليك التنظيف، يعني عشان لو في مطر ولا حاجه الناس بقى مش هتبقى ايه كل واحد داخل بقى والدنيا هتتبهدل، وكل شويه بقى كل ساعتين هتقعد بقى تسيق وتكنس. الموضوع بيبقى ايه بسيط، يعني هم من ثقافتهم ان انا ممكن ايه اخلع الشبشب ما فيهاش مشكله. ولو اجرت مكان ممكن ان انت تعمل نفس الموضوع، بس المهم بقى ان المكان صاحبه يكون مهيأ البيت لكده، ان يكون في بيت مثلا ده طبعا مش حاطط بوابه على فكره، يعني مش حاطط ولا صاج ولا اي حاجه. يعني الناس دي لما بتمشي المكان بيبقى مفتوح عادي، بس ما فيش حاجه تتسرق، لان زي ما انتم شايفين يعني هي كل اللي حطه عباره عن شويه ترابيزات. الترابيزات دي ممكن تدخل جوه البيت ويتقفل عليها عادي جدا، مفيش اي حد هيسرقها. انما لو انت هتفتح حاجه زي سوبر ماركت مثلا مش هينفع ان انت تشيل البضاعه وتدخلها جوه البيت، فهتضطر بقى ان انت ايه في ناس بيكون هو عامل البيت وعامل حسابه انه اوضه بيكون ليها باب زي باب المحل بالظبط، وبتبقى منفصله. الناس اللي في المحل ما بتشوفش الناس اللي في البيت، يعني انت لو بصيت الناحيه التانيه مش هتعرف ان انت تشوف حاجه، في حيطه قدامي والباب مقفول، مش عارف ان انا اشوف ايه الناس اللي جوه البيت. فالناس جوه البيت قاعدين براحتهم جدا، فكانهم اتنين منفصلين، يعني كانه محل منفصل عن البيت. اولا توفير، يعني كفكره بيزنس كويسه، وكمان بتوفر. يعني انت بدل ما هتأجر بيت وهتأجر محل، لا انت هتاخد الاتنين مع بعض. فممكن بقى تفتح مغسله، تفتح سوبر ماركت، تفتح مطعم، تفتح البيزنس اللي انت عايزه بقى. ده انت ايه، ده شيء يرجع لك انت واختيارك. فالفكره دي عجبتني. انا النهارده شفتها في قريه، وهي منتشره في مدن كمان على فكره، مش في القرى بس. يعني هتلاقي في مدن نفس الفكره، ان ان البيت متاخد منه جزء ومعمول محل. فالفكره عجبتني، فقلت ان انا اصورها لكم. وزي ما شفتوا المطاعم الديكورات بتاعتها ممكن انها تبقى بسيطه جدا. هو تقريبا مش حاطط اي ديكور في الحيطه، يعني وسط الحيطه ورايا عاديه جدا. هو السيراميك بس، وحاطط المنيو والمروحه وخلص على كده، والدنيا بسيطه ومفيش اي مشكله. مش لازم بقى ان انت ايه تقعد تصرف ديكور وتعمل. وترابيزه وقاعده على الارض. كافيه برضو نفس الموضوع، يعني في كافيهات بتبقى القعده ارضي. عايز تفرش سجاده براحتك، يعني هو مش فرش سجاده، انت عايز تفرش سجاده زي ما انت عايز. فالموضوع بسيط، يعني اللي عايز يعمل حاجه يعملها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه تشترك، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والعصير ده لازم يترج، لازم يترج قبل ما يتشرب. الليتشي ده من اكتر العصاير اللي انا بحبها في اندونيسيا. ما تنسوش اول ما تيجوا اندونيسيا لازم ان انتوا تجربوه.